متحمسين للفطار بتاع النهارده. صباح الخير، يلا بينا اوريكم حضرت فطار ايه النهارده. اول حاجه هجيب توست، هقطعه كده عشان التقديم يعني مش عشان اي حاجه تانية. انا بيفرق معايا جدا ان شكل الطبق يطلع شكله حلو في الاخر. من الطبق بتاعي هحط فيه كده العيش بشكل كيوت، لان احنا كمان بنفطر فطار صحي، نشوياته قليله، خضار كتير، فلازم الاكل يكون كده حلو وشكله حلو، تكون كميته كبيره. ده فول انا عاملاه في البيت متبلاه، حطه كده في علبه تلاجة، بيفضل فريش معايا بالتتبيله لمده اسبوع. بسخن منه بس على طول، يعني مش بتبل بقى الصبح كل يوم وكده، لا هو جاهز يعني. هاخد منه كده معلقتين، هحط الطبق ده في الميكروويف 30 ثانيه، كل حاجه كده تسخن مع بعض. وبعدين تاني حاجه هجهز بيض، ملح وفلفل اسود. اعتقد ان انتوا خلاص عرفتوا حبي الشديد للزعتر. كده الحاجة دي مع بعض من اكتر الاصوات الساتسفاينج جدا. احط كده معلقة من زيت زيتون، بيض. بعدين نبدأ نرسم بقى الطبق بتاعنا. اكتر فقرة محببة بالنسبة لي، بحب جدا احط كده كل حاجة في الطبق يبقى شكلها كيوت. البيض بتاعي كده بروتين، ودي سلطة جبنة قريش، عاملاها سلطة بالخضار. يعني اي حاجة تعرفوا تحطوا فيها خضار اعملوا كده عشان نشجعكم ان انتوا تاكلوا خضار اكتر. هاخد منها كده معلقة. ومن الحاجات اللي انا بحبها جدا برضو هي الافوكادو، كمصدر يعني دهون صحية، بحب طعمه جدا. قطعته كده شرايح بالطول. وبعدين تيجي بقى افضل لحظة كده الافوكادو بتاعي احطه كده في الطبق. المثالي بتاعي دهون صحية، بروتين، كارب صحي، ناقص اهم حاجة وهي الخضار. قريش فيها خضار بس برضو لازم اخد خضار كمان. هاخد جزر من اللي عاملاه في تحضيرات الاسبوع، ده مصدر الياف صحية، اضمن ان الفطار ده يشبعني وقت طويل جدا. ناقص اهم فقرة في اليوم، دي كده الكوفي بتاعتي. لازم اخد الحاجة الحلوة الصحية بتاعتي، فانا عاملة في تحضيرات الاسبوع بروتين بار. كنت شاركت طريقته معاكم في تاني فيديو تحضيرات اسبوع. يعني ببقى عاملاه في البيت، مكوناته كلها صحية، عبارة عن شوفان وكاكاو خام وتمر ومكسرات، شوكولاتة دارك. يعني مكوناته كلها هيلسي، يدينا باور كده وسعادة الصبح. هاخد منها قطعة مع كوباية القهوة، وكده يبقى صباح الخير.